السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصايا لاستقبال شهر رمضان لازم نعرفهم جدا قبل ما الشهر يهل علينا، ولازم نتعلم أحكام الصوم والفقه بتاعه عشان نكمل صيامنا صح ونؤديه على أكمل وجه. في ناس كتير قوي بتصوم، لكن مش كل الناس بتاخد أجر الصيام كامل. الصيام ما بين الناس ثوابه متفاوت، فلازم نحرص دايما إننا ناخد أعلى أجر في ثواب الصيام. ونقرأ عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه وقت الصيام. طيب كان بيصوم ازاي؟ تالت حاجة بقى نبعد عن الذنوب والمعاصي اللي هي تقريبا بتكون أكبر عائق بيبعد عننا الخيرات في موسم زي رمضان. الذنوب دي من أعظم أسباب الحرمان لصاحبها، اللي هو تقريبا بيبقى معاقب من غير ما يحس. فاللي يعدي عليه شهر رمضان وهو مفلس وما قدرش يستغل شهر رمضان ومش شاعر بأفضاله وكرمه، فده بيبقى إنسان معاق والعياذ بالله. إنه يهجر صلاته أو تترك حجابها أو يهجر قراءة القرآن، انه يكمل في اخذ الرشاوي، انه يكمل سباب اللي هو سب الدين والعياذ بالله. كل التفاصيل دي بتحرم صاحبها من الاجر في الايام المباركه دي. ولازم نقرا في سيره الصالحين، نشوف السلف الصالح ده كان بيتعبد ازاي، كان بيصوم ازاي، كان بيصلي ازاي. هتلاقي منهم اللي بيصلي طول الليل وبيقيم الليل، وهتلاقي منهم اللي بيقرأ القرآن، غير طبعا أشكال الصدقة والبر. فلما نقرأ في السيرة بتاعتهم هنتحفز ونتشبع بيهم بإذن الله، خصوصا لما تكون حاجة حلوة ومفيدة وهتاخد منها أجر عظيم زي ده. مع النية العظيمة والجدة، لازم نجدد النية ونجتهد في الصيام، لازم نجتهد في العبادة ونضاعف العبادة. يعني اللي ما كانش بيقيم الليل في السنين اللي فاتت لازم يبدأ يقيم الليل السنة دي. اللي ما كانش بيصوم يبدأ بنية خالصة لله عز وجل إن هو يصوم. اللي ما كانش بيقرأ القرآن يبدأ يجتهد في ختام القرآن. وفي تقريبا خطأ احنا كلنا بنقع فيه: اوعى تختم القرآن وتروح تقول لمعارفك أو صحابك أنا ختمت القرآن. أنا مثلا ختمت في رمضان ده 4 ختمات 5 ختمات. خلي دايما العبادة والأعمال الصالحة اللي انت بتعملها سر بينك وبين ربنا. شجعهم ان هم يقروا ويختموا القرآن، لكن ما تروحش تقول لأي حد انا ختمت القرآن مرة او 2 او حتى 3 ولا تتكلم اصلا. ولازم تحط لنفسك خطة وحاجات اساسية كده تستغلها وتعملها في الشهر ده، زي مثلا المحافظة على صلاة الجماعة وانك تصلي الصلاة بوقتها، ونحافظ دايما على السنن وعلى قيام الليل، ونلزم نفسنا على قراءة القرآن كل يوم، ونحافظ على الأذكار، ونجتهد في الدعاء في الأيام العظيمة دي لحبايبنا وأصحابنا وأهلينا. ولازم نكون متأكدين وإحنا بنعمل كده إن إحنا من الرابحين والفائزين بإذن الله عز وجل. ومن أهم التفاصيل اللي هتساعدك على ده هي إنك تبقى في وسط بيئة محيطة سليمة مطيعة لله عز وجل. ولازم تختار العلاقات في الشهر الكريم ده، ولازم تختار الصحبة اللي تعينك على طاعة الله عز وجل. فالتشجيع اللي بيجيلك من البيئة المحيطة ده هو أكتر سبب بيخلي الموضوع سهل عليك بإذن الله. ولازم تشتغل على تهيئة نفسك في شهر رمضان، تسأل نفسك عن فضائل شهر رمضان، تسأل نفسك ازاي يستغل كل ثانية في شهر رمضان. وبعد ختام القرآن وانت بتقول أدعية ختام القرآن الكريم، مش هتصدق نفسك من الفرحة اللي انت هتكون حاسس بيها وقتها. ولازم تفكر نفسك دايما بالدرجات العالية اللي هتنولها من العبادات والطاعات طول شهر رمضان. حاول بقدر الإمكان إنك تكثر في الدعاء بقدر الإمكان. كل اللي أنا قلته ده ومعاه الأدعية الرمضانية هتغير من أقدار ربنا عليك كتير جدا. ندعي ربنا عز وجل يوفقنا ويعيننا ويثبتنا عند السؤال، ويهيئ لنا الأسباب عشان نكون صالحين لوجه الله عز وجل، واجتناب الذنوب الصغائر والكبائر وكل ما هو يغضب الله عز وجل. فآن الأوان إن احنا نضاعف التوبة 10 مرات في الأيام الكريمة دي والشهر الكريم ده. فاللهم اجعل هذا الشهر شهر الخير والكرامة والفضل والراحة والتفاؤل بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين.